توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سجل كبار الزوار لمقر البرلمان الدنماركي وسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، منهيا بذلك جولة سيادته في البرلمان بعد لقاء جمع سيادته والوفد المصري المصاحب لسيادة الرئيس ورئيس البرلمان رؤساء كبار الأحزاب الممثلة داخل البرلمان في اجتماع استغرق نحو 40 دقيقة. تبادل خلاله الجانبان كلمات الترحيب، وبعد ذلك أعرب رئيس البرلمان عن سعادته بالزيارة التي وصفها بالتاريخية للسيد الرئيس إلى مقر البرلمان الدنماركي وأيضا إلى العاصمة كوبنهاجن، بوصفها أول زيارة لأول رئيس مصري يتوجه بهذه الزيارة إلى الدنمارك. رئيس البرلمان أكد على حرص البرلمان بكل كتله النيابية على تعزيز العلاقات بين الدنمارك وبين مصر، استنادا العمق التاريخي الذي جمع البلدين منذ عام 1922، وأيضا استنادا إلى العلاقات الدبلوماسية التي دخلت عامها السادس والستين. وقال رئيس البرلمان أن مصر لها ثقل مهم في الإقليم، وأيضا تتمتع بعلاقات قوية للغاية مع المحيط الإقليمي لها سواء الدول العربية أو الدول الإفريقية، وقال أن بلاده أي الدنمارك تسعى إلى استثمار هذه العلاقات مع القارة الإفريقية والدول العربية من خلال البوابة المصرية لتعزيز استراتيجيتها التي أطلقتها العام الماضي في دعم وتعزيز أواصر التعاون مع القارة الإفريقية بشكل عام. رئيس البرلمان أعرب أيضا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد طفرات متلاحقة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وكوبنهاجن، خاصة على الصعيد التجاري والاستثماري والاقتصادي بشكل عام، استنادا إلى مخرجات زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى العاصمة كوبنهاجن. وقال إن العلاقات البرلمانية الشعبية هي علاقات قديمة بين القاهرة وكوبنهاجن، ومن المنتظر أن يتم استثمار هذه العلاقات في المرحلة المقبلة للنظر في عدد من التشريعات وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت وستوقع بين الجانبين لإقرارها والعمل على تنفيذها، وأيضا العمل على تنفيذ بعثات متبادلة بين البرلمان المصري بغرفتيه وأيضا البرلمان الدنماركي في المرحلة المقبلة لتوطيد العلاقات الشعبية والبرلمانية بين الجانبين. السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع أعرب في كلمته عن سعادته البالغة بزيارة الدنمارك كأول رئيس مصري يقوم بهذه الزيارة، وأعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ اللحظة الأولى لبدء هذه الزيارة الرسمية. وقال إن الدنمارك بلد صديق قديم وشريك مهم لمصر، وقال إن العلاقات التي تتمتع بها الدنمارك سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو داخل المنظمات الاقتصادية الهامة في شمال أوروبا سوف تكون منصة هامة لمزيد من التعاون بين القاهرة وكوبنهاجن في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذه الزيارة تحمل أجندة اقتصادية متخمة بالعديد من الموضوعات التي تحدث عنها السيد الرئيس خلال افتتاح سيادته لأعمال مجلس الأعمال المصري الدنماركي الاقتصادي المشترك أمس. وقال سيادته خلال هذا الاجتماع مع رئيس البرلمان إن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز هذه العلاقات التجارية والاستثمارية بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية طوال ال10 سنوات الماضية لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، خاصة في عدد من القطاعات المهمة: قطاع الطاقة، قطاع إنتاج الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، الشحن البحري والنقل البحري، الصناعات الثقيلة، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، كلها قطاعات تمتلك فيها الدنمارك خبرات عريضة. من المنتظر أن يتم استثمار هذه الخبرات في ضوء التعاون الاقتصادي الاستثماري التجاري المنتظر بين البلدين. في ختام هذا الاجتماع اصطحب رئيس البرلمان السيد الرئيس في جولة داخل أروقة البرلمان الدنماركي وداخل القاعات التاريخية، بالإضافة أيضا إلى القاعة الرئيسية الكبرى للبرلمان. وبعد ذلك اختتم السيد الرئيس كما أشرنا زيارة سيادته للبرلمان بالتوقيع في سجل كبار الزوار. في هذه الأثناء يستعد السيد الرئيس للتوجه إلى
مقر رئاسة الوزراء، حيث ستكون في انتظار سيادته هناك رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن، حيث ستجرى هناك مباحثات مطولة بين الجانبين تنتهي بتوقيع الطرفين على اتفاق لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى علاقات استراتيجية وشراكة استراتيجية شاملة. خلال هذا الاجتماع المطول بين السيد الرئيس ورئيسة الوزراء الدنماركية بحضور وفدي البلدين سوف يتم استعراض مجمل العلاقات بين الجانبين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، ويتم التأكيد على أهمية إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي المشترك أمس، والنظر في تحديد آليات لتنفيذ مستهدفات ومقررات هذا المجلس عبر عديد الإجراءات التي سوف توجه إلى الوزراء المعنيين والأجهزة المعنية في الجانبين. بعد ظهر اليوم السيد الرئيس سوف يكون في انتظار سيادته في لقاء سريع مع جلالة الملك الدنماركي فريدريك العاشر والملكة الدنماركية مارغريت الثانية ورئيسة الوزراء في لقاء بروتوكولي يعكس حفاوة الاستقبال والمستوى الرفيع للاستقبال الذي حظيت به زيارة السيد الرئيس إلى الدنمارك كأحد أهم المحطات في جولة سيادته التي تشمل كل من الدنمارك والنرويج وأيرلندا. نعم، شكرا جزيلا لك موفد التلفزيون المصري علاء رشوان.